السلام عليكم إخواني الحجاج. اليوم غادي نتكلموا على واحد التطبيق مفيد ومهم جدا بالنسبة للحجاج. تطبيق من إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تطبيق دليل الحاج. هو تطبيق يقدم مجموعة من المعطيات ومن النصائح والإرشادات حول الحج بطرق مختلفة وممتعة. هذا التطبيق من بعد ما كنتيليشارجيه من جوجل بلاي ستور فهو تيبقى في الهواتف ديالنا وتنقدروا نشغلوه في أي وقت بغينا بدون حاجة لاستعمال الإنترنت. التطبيق فهو مهم جدا بالنسبة للحجاج، ولكن إذا كنت كتفكر تحج مستقبلا فهذا الفيديو وهذا التطبيق تهمك. شوفوا الفيديو. تطبيق دليل الحاج تيتم التحميل ديالو من جوجل بلاي ستور. كنمشيو لخانة البحث، تنكتبوا دليل الحاج. كنكليكيو على البحث. بالنسبة لي أنا راه ديجا متيليشارجي عندي في الهاتف ديالي، هو هذا دليل الحاج. عند فتح تطبيق دليل الحاج تلقاو الواجهة ديالو بهذا الشكل هذا. كتقدم لنا 4 ديال الخيارات. الخيار الأول فيه آيات بينات من سورة الحج والبقرة. ملي كنفتحوه تلقاو فيه تلاوة مباركة صوت المقرئ المغربي العيول الكوشي. التلاوة هذه فيها تقريبا أكثر من 21 دقيقة. نستمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بالنسبة للخيار الثاني تقدم لنا دروس في مناسك الحج باللغة العربية بتشريحيت تاليفيت وتمازيغت. عند الفتح ديالو تلقاو فيه هاد 4 ديال اللغات. هنا الحرية تتبقى للحاج يختار اللغة اللي بغا يسمع بها هاد الدروس. مثلا نجربوا اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الحجاج، أخوتتي الحاجات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للتشريحيت بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بما الحاج قلت ما الحجة، السلام عليكم. بالنسبة لهذا الخيار هذا فالطريقة اللي خدمنا بها اللغة العربية تخدم بها جميع اللغات المقدمة. وعندنا كذلك في الخيار الثالث أدعية. تقدم لنا مجموعة من الأدعيات الخاصة بأداء مناسك الحج. الحاج تيختار الدعاء اللي بغى يسمع ليه هو تيبقى يسمع ليه حتى كيحفظه. بالنسبة للخيار الأول فتقدم لنا صيغة الإحرام بالتمتع التلبية. تقدم لنا في الخيار الثاني دعاء عند رؤية البيت، وهكذا. نختار مثلا دعاء عند رؤية البيت، نستمع ليه. الدعاء عند رؤية البيت. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. بالنسبة لباقي الخيارات كيشتغلوا نفس الطريقة. أما الخيار الرابع والأخير فهو شريط نصائح هامة للحجاج. هذا الخيار هذا تقدم مجموعة من نصائح وإرشادات الحجاج على شكل شريط فيديو. هذا الشريط هذا تعطيه فرصة للحاج على أنه يعرف كيفاش كدوز عملية ديال الحج، وشنو هما الحوايج، شنو هما النصائح، شنو هما الإرشادات الخاص الحاج والحاجة
يتزودوا بهم قبل موعد السفر. ملي كنفتحوا الخيار تلقاو شارط الفيديو على الشكل التالي، هو حوار بين واحد الحاج وواحد الحاجة حول عملية الحج. عنواننا والتليفون ديالنا باش الا تلفوا يلقاهم دغيا. وشنو هاد السيكان الصغار؟ هادو فيهم الباسبور والبي ديال الطياره ولا كارت ناسيونال وفوتوكوبي ديال هادشي كامل، ونزيدك حتى النسخه الاصليه لعقد الزياد والدفتر الصحي حتى هما درتهم. خاصكم توسعوا خاطركم في ميناء، الخيام ضيقه والمرافق الصحيه معدوده. بالنسبه للحجاج اللي مأطراهم وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، المخيم راه مقسم حسب العملات والاقاليم. إذا إخواني الحجاج، أخواتي الحجات، كان هذا واحد الشرح مبسط، واحد التطبيق مهم بالنسبة لكم، هو تطبيق دليل الحاج. نتمنى نكون توفقت في التعريف بهذا التطبيق هذا والخصائص ديالو بالمزايا ديالو، وما تنسوناش من الدعاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.